السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لحظة معينة بتكون الدنيا حواليك كلها زحمة، لكن قلبك ساكت ساكت، مش فاضي، ساكت لأنه بينتظر شيء، بينتظر رسالة تكون فيها علامة لحاجة تثبت رجلك في الأرض. الرسالة دي مش من الأرض، الرسالة دي من السماء. الرسالة دي مش بتتقال لكل الناس، بتوصل للي قلبه لسه عايش، للي لسه بيحس، وللي بيبكي بالليل ومحدش شايفه. ولو الفيديو ده ظهر لك دلوقتي فدي علامة انك مش لوحدك، علامة ان ربنا بيكلمك في رسالة وبيطمنك. الآية دي مش مجرد خبر، ده إعلان سماوي. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يعني النور جه والرسالة وصلت والباب اتفتح. ايه هو النور؟ النور ممكن يكون كلمة، وممكن يكون في آية، وممكن تكون لحظة حضور، ممكن يكون حتى ألم، لكن النور متغطي بوجع. والقرآن دايما لما يقول نور يقصد حاجة فيها هداية وشفاء وفهم عميق. يعني مش بس تنور طريقك، ده كمان تطمنك انك ماشي صح. ولو قلبك تعب اسمع الآية دي كأنها بتتقال ليك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الرسالة هي إن الضلمة مش دايما، والنور جاي ومن ربنا مش من بشر. في لحظة اليأس الناس بتفتكر إن الحل مش موجود، بس القرآن بيقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني في طريق لكنك ما انتش شايفه، بس ربنا شايفه لك. والرسالة هنا انك مش محتاج تعرف التفاصيل، انك محتاج بس تثق في نفسك وتثق في الله. الخوف دايما بيركز على الباب المقفول، بس الرسالة من السماء دايما توريك الباب مفتوح، حتى لو صغير وحتى لو بعيد لكنه موجود. اليقين. ازاي بتوصلك الرسائل؟ ربنا مش بيكلمك بصوت عالي، ربنا بيكلمك باللين وبالإحساس وبالآية اللي سمعتها صدفة، بالحلم اللي صحيت منه وانت حاسس بحاجة، بواحد قالك كلمة وهزتك من جوه. لما تحس فجأة انك عايز تسمع القرآن او تبص في السماء او تعيط من غير سبب، اعرف ان في رسالة جايالك ولازم تفتح قلبك ليها، ولازم تفتح عينيك كمان. اسأل نفسك النهاردة ايه اكتر حاجة لمستني، ومن هنا ممكن تكون بداية الرسالة. كيف تستقبل وترد على الرسالة؟ الرسائل من السماء مش لازم تفهمها بسرعة، لكن لازم تحترمها. يعني لما توصلك آية أو إحساس أو دعوة جوه قلبك، اقف لحظة واسمع وافهم في ايه. الرد على الرسالة مش بالكلام لكن بالفعل.
بإنك تبدأ من جديد، بإنك ترجع تثق في نفسك وتراجع نيتك، بإنك تقول أنا معاك يا رب حتى لو مش شايف الطريق. أنا معاك يا رب. واسمع الآية دي تختم بيها قلبك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الرسالة من السماء وصلت، الرد عليها هيبقى في سكونك وفي تجديد نيتك وفي قلبك. خلي دايما قلبك فاتح بابه علشان الرسائل لسه هتيجي، والنور دايما موجود.